السلام عليكم، ازيكم؟ لو انت شغال اي انجينير في الماركت، خاصه لو انت شغال في حاجه لها بالهيلث كير او البانكينج، حاجات لها بالجفرمنت او حاجات فيها داتا برايفسي عاليه، ما ينفعش ان انت تستعمل اكسترنال اي بي اي شبه حاجات بتاعت اوبن اي اي، حاجات حتى من اوبن راوتر لو الموديل ده كان اوبن ويت بتاعت كلود او اي حاجه فيها اكسترنال اي بي اي. وتلاقي المشكله الكبيره اللي بتقابلك هو ان الداتا دي برايفت هندسه، وما نقدرش ان احنا نقدر نطلع اي اكسترنال اي بي اي. بس خلينا نتكلم لو حاجه لها بالبانكينج مثلا، وما يقدرش فعلا يطلع معلومات العملاء اللي عنده والترانزاكشنز بتاعتهم او اي حاجه يقدر يطلعها بره. من ضمن الحلول اللي احنا ممكن نلجا لها في حاجه شبه كده ان احنا نبدا نشوف والله ايه هي الحاجات اللي شغاله. لايك فور اكزامبل اللي احنا شغالين مثلا عاملين كيو ان دي سيستم، راك سيستم بيكلم داتا معينه وبيرجع بيجيب الريسبونسز وهكذا. ازاي ان احنا نقدر نلوكلايز الدنيا دي كلها عند البنك، او ان احنا نقدر نلوكلايز الدنيا دي كلها عند الكاستمر بتاعنا، ونقدر ناخد كمان اكيورسي كويس. طيب كمان ده من ضمن المشاكل اللي انت عندك داتا برايفسي. في حاجات ثانيه في روتين بيتكرر، ولكن مثلا لايك بنعمل كلاسيفيكيشن لسورت اوف ترانزاكشن او حاجه، وبتاخد اي كلاس مثلا اسمه A او B او C. دي حاجه روتينيه بتتكرر كتير وعندنا داتا ليها وبتاع. في وقت شبه ده لما نيجي نحسب مثلا كوست، وليكن ممكن نحسبه في السنه مثلا $30,000. مثلا لو هنتكلم عن حاجه بالهيلث كير مثلا 50,000 ترانزاكشن، 50,000 دول منهم اناليسيس بحاجه شبه LLM. فانت طبعا عارف الناتج الاول تبقى عامل ازاي لو انت استعملت اكسترنال اي بي اي. هتعدي تاني مشاكل ليها علاقه بالكوست. ده ممكن يكون الدوافع اللي ممكن تجبر حد ان هو يلوكلايز الدنيا عنده، يا اما مشاكل لها علاقه بالكوست، يا اما مشاكل ليها علاقه اكتر بالداتا برايفسي. خلينا الاول اشرح لكم كورس النهارده هيتكون عن ايه، ان انا متوقع ان شاء الله ان احنا نوصل له مع بعض. هو هيتكلم اغلبه عن ازاي ان احنا نلوكلايز الدنيا دي كلها عندنا، ازاي ان احنا نستعمل لوك ال امز، ازاي ان احنا نقدر نبص الجي بي يو اللي معانا، نفهم الجي بي يو دي قدرتها عامله ازاي، المودلز اللي عندنا دي ينفع ترن عليها ولا لا، ينفع ترن عليها على يوزر واحد ولا اثنين. انا لو عندي حاجه هتطلع برودكشن هيبقى عندي 50 يوزر مثلا يكلموها مع بعض، ايه الحل، ايه المشاكل اللي هتقابلني، ازاي احلها، ازاي اعمل لها مونيتورنج، افهم المشكله فين، ازاي او الاول اصلا اعرف الموديل ده شغال ازاي، الفي رام اللي بسمعها او كل شويه حد يقول لك انا عندي جي بي يو مش عارف كام، بس الموديل ده مستعمل جي بي يو احسن، اصل الموديل ده معمول باركتكتشر جديد بيوبتمايز اليوزج بتاعت الجي بي يو، وكلام كبير. ساعات بتحس ان هو طلاسم يعني، ولكن في الحقيقه لا، الدنيا ان شاء الله تبقى سلسه يعني. ولكن احنا محتاجين بس نفوكس على الفاونديشن او الجزء النظري الثيوريتيكال اللي هيبقى معانا، وده هيبقى في بارت 1. الكورس هيبقى عباره عن 4 اجزاء. الجزء الاولاني اتكلم عن الفاونديشنز، وده بالنسبه لي اهم جزء، وبالنسبه لي هو اكتر جزء محتاجين ان احنا نفهمه. يعني ممكن نتكلم عن السيرفنج اللي حضرتك تشرحه معايا، الايفالويشن زي ما الحاجات دي عندنا بتاعت قلامه، عندنا لوكال، وكل ده جميل. ولكن جزء الفاونديشن والجزء الثيوريتيكال اللي في الاول هو اللي هيعرفنا نختار انهي موديل، نختاره ليه، انهي كوين ولا فاي ولا جاما ولا ايه بالظبط، ايه الفاميليز او ايه الحاجات اللي نروح لها. الاربع اجزاء اللي عندنا، الجزء الاولاني هيتكلم عن انتروداكشن على ال امز وهنفهمها شويه، تبقى الحلقه الاولى ان احنا ازاي نفهم ال امز شغاله، يعني ايه ويتس، يعني ايه جي بي يو بشكل بسيط، طب ازاي اللي بيحصل انفيرنس، ازاي بيحصل تريننج، ايه الفرق بين الاثنين. بعد كده المستوى اعلى شويه نفهم الهاردوير بقى، بناء على ايه بنختار الجي بي يوز اللي عندنا، خش كل جي بي يو عيبها ايه ومميزاتها ايه، بناء على ايه اشوف السيستم بتاعي ينفع له كام جي بي يو، كل الكلام ده. ازاي اعمل كوانتايزيشن للمودلز اللي عندي، وهل الكوانتايزيشن ده هياثر عليا في حاجه ولا لا، ازاي نعرف الايكو سيستم بتاع المودلز كلها وانت استعمله باني تاسكايه عشان ابدا افهم انا هنزل انهي موديل عندي باني ويت باني حجم. كمان ناخد فيو بس كبير شويه، ازاي ان احنا ممكن نفكر لو احنا هنعمل الكلام ده كله اون بريم، ازاي بقى نعمل اركتكتشر ان احنا لو هنستول الحاجات دي كلها عندنا، وازاي ان احنا نسيرف الكلام ده كله، وازاي ان احنا نقدر نكومبير ما بين المودلز وبعضها. وانس ان احنا خلصنا البارت الاولاني ده، بس يمكن هيبقى كل الحاجات اللي جايه هتبقى اغلبها هاندز اون، ولكن هتبقى التجربه اسهل بكتير لو احنا فهمنا ده كويس عشان نعرف نست اوبتمايز باقي البارتس الموجوده. الجزء اللي بعده ازاي هنشتغل بقلامه، ازاي نرن الكلام ده كله عندنا لوكالي، ازاي نجيب موديل معين ونرنه ونبني بيه سيستمز، ازاي نستعمل راج، ازاي نعمل سيرفنج للراج ده ونعمل له ديبلويمنت، ازاي ممكن نوبتمايز، ازاي ممكن نفاين تيون ونعمل مونيتورنج. كل الحاجات دي او الاجزاء دي هتلاقيها كلها ان شاء الله نحاول نغطيها طول الفتره. هي هتبقى اكسبيرينس اثينك انها تبقى كويسه جدا. المفروض بنهايه الكورس انا قدرت افهم ازاي انا اقدر اكلايز الدنيا دي كلها عندي، قدرت افهم ازاي ابدا ارن ابس عندي بسيطه حتى على اللابتوب بتاعي واطلع بيها، ازاي حتى ممكن نجيب جي بي يو من بره مثلا نستعمل حاجات كولاب سيفر، ممكن نجيب اي جي بي يو ثانيه منين، ازاي احنا نفاين تيون الحاجات دي كلها لينا، وازاي نقدر نشوف الموديل دي بعد وقبل الفاين تيونينج، والتاسكات بتاعتنا اصلا ينفع لها فاين تيونينج ولا. اولا ده كان اوفر فيو عن الكورس كله. اتمنى لو انتوا شفتوا الاجزاء كلها، لو حد عاوز نضيف اي جزء، احنا الحاجات دي كلها بتتصور اول باول، فممكن من الكومنتس كمان لو في اي حد عنده اي سؤال ممكن ناخدها في الريلز اللي جايه ان شاء الله. اتمنى يبقى المحتوى كويس ومختلف، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه جدا، يبقى محتوى ينفعنا جميعا. شكرا.